جماعة فيها صحفية ألمانية بتسأل واحد من القطريين اللي بالمونديال قطر، تحكي له ليش انتم بتدعموا المثليين، ليش ما عندكم تقبل الآخر؟ فهو جاوبها جواب الصراحة يعني منطقي ليس قابل للنقاش. جواب يعني ردها علي إن استطعت. فخلينا نشوف مع بعض شو كان جوابه للقطري على السؤال. قاعد بحكي لها انا مش فاهم ليش لما اول مباراه المانيا بكاس العالم ليش عملوا زي هيك، انا مش فاهم هاي الحركه، شو الفايده من هاي الحركه بالضبط، ليش هم يعملوا هيك؟ فانا هي راح تجاوب عليه وتحكي له يعني ليش المانيا عملت زي هيك. بحكي لها اشرحي لي. كانت بتحكي انه الفيفا زي كانها كممت افواههم ما خلتهم يعبروا بكاس العالم عن دعمهم للمثليين، وانه يعني زي كانهم قاعدين بكمموا افواههم. فالان تحكي له انه لاحظ هون التناقض. تحكي ليش ما بندعم الجميع احنا، ليش ما نحب كل الناس، ليش ما نصير يعني الكل يعيش بسلام واللي عنده وجهة نظر نحترمها وكذا. شوف انت التناقض، تحكي لك نحب الجميع في العالم، فالان شوف هو ايش بسألها. تمام، هي بتحكي ليش ما ندعم كل العالم وليش ما كل العالم يعيش بسلام، وهذا لما جاب سيرة فلسطين حكت هذا السؤال الآخر، ليش فلسطين من أي كوكب؟ من كوكب المريخ يعني؟ إيش فيه؟ فلسطين ترى معانا عايشة هون كوكب الأرض. إيش سؤال آخر نتحدث عن المثليين؟ بتحكي نحب كل العالم، ندعم العالم، ما بعرف شو فيه، إيش هذا التناقض اللي عندك يا شيخة؟ هذا سؤال آخر، نحن نتحدث عن المثليين. والله جد مش فاهم وجهة نظركم، انتم عندكم تناقض ترى، يعني نحب هون بتحكي نحب العالم، تمام؟ هون شوف ونحب الجميع في العالم. أما أنا مسألة عن فلسطين حكيت له سؤال آخر، نحن نتحدث عن المثليين. واو يا سبحان الله، سبحان الله، برافو والله الصراحة. سؤاله لما حكى له ليش بتدعم فلسطين قصف أرض جو، يعني فاهم؟ ما شال جبهتهم كلهم، لا سواء إلها أو اللي بيدعموا هذا الإشي، بيدعموا المثليين من الغرب، من سواء من إعلام أو ناس. شو صار بالضبط؟ ليش ما ندعم كل بالعالم؟ في حد بيقدر يجاوب؟ نتسمي اعترفت. نتسمي احنا جايين هون نحقق شغلة معينة ونحاول نوصلها. تحكي لي فلسطين، احنا ما بنعرفش فلسطين، احنا جايين الآن نحاول ندمر أخلاق المجتمع، نعمل هاي الشغلات. دعم فلسطين صراحة هذا ما بيناسب خططنا، فما بدنا إياه. إذا صار دعم فلسطين من خططنا اللي ممكن يساعد في تنفيذ خططنا، يساعد في تنفيذ اللي إحنا بنحب إنه حابين نصله، يعني فاهم كيف؟ ممكن ندعم فلسطين وقتها. بس هسه لا، إحنا ندعم مثليين إنه بيساعدنا نكون أو بيساعدنا نحقق اللي إحنا بدنا إياه. فسبحان الله يعني التناقض. الحمد لله يا جماعة، منتخب ألمانيا طلع ودع الملاعب بعد فوز اليابان على إسبانيا. اعملوا هاي الحركة هناك بألمانيا، لا تيجي تعملوها هنا بقطر ولا بأي بلد مسلم، وخلي هاي الحركات تاعتكم عندكم، هاي الحركات ما بتشارفنا ولا إن دخل فيها، وما بدنا إياها تدخل بلادنا، وخلوا القرف تاعكم هذا هناك. قطر استمري، لا تدعمي هاي الشغلات، كلنا معك سير ونحن من خلفك. وشكرا لهذا الشاب القطري على إنه أعطاه سؤال بما معناه ردها علي إن استطعت. وشكرا للجميع. إذا عجبكم المحتوى كم مرة لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك، ويب السلام عليكم.